السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد. شايفين بقى الجمال ده كده، عاملين سندوتشات، حاجة كده تحفة بطريقة جديدة وإن شاء الله تعجبكم. جمال كده وطعم رهيب ما شاء الله. بس كالعادة ياريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. هنعمل لنا العجينة، العيش اللي هنعمله سندوتشات، يعني هنعمل عجينة. العجينة طبعا بالكمية اللي انتوا حابينها، هي مفيش فيها مقادير يعني ولا حاجة. المقادير اللي انتوا حابينها هي دقيق وملح ومية وملح وخميرة يعني. وطبعا هنعجن بلبن علشان تبقى معانا عجينة حلوة وطعمها حلو. معانا الدقيق، حطينا معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة فورية. وهنعجن بقى بلبن. انا هعجن بلبن رايب ومعلقتين زيت كده ومعلقة خل علشان التخمير، وبس كده. يعني احنا بنعجنها بلبن طبعا على حسب احتياج الدقيق معانا. حطيت كده كل المكونات معانا. وهبدأ اعجن بقى لحد ما ما تتلم معايا العجينة. انا عايزة عجينة لينة حلوة يعني، فكل شوية كده هحط لبن معايا لحد العجينة ما تلم في القوام اللي احنا عايزينه يعني. فانا عايزاها عجينة لينة حلوة يعني، مش عايزاها عجينة يابسة. فهضيف كده اللبن واحدة واحدة. طبعا انا زي ما قلت لكم يعني العجينة احنا مش ملتزمين بمقادير معينة، لان هي مفيش فيها اي مقادير ولا حاجة يعني. احنا حطينا معلقتين زيت كده برضو يعني مش كتير يعني، مش مقدار ولا حاجة يعني، على قد العجين اللي احنا هنعمله. وبعجن بلبن يعني. العجينة انا بعجنها بلبن، سواء لبن رايب او لبن حليب زي ما انتوا حابين. والخميرة والبيكنج باودر والملح والسكر زي اي معجنات يعني. هلم بقى العجينة كده لحد ما تتلم معايا. انا عايزة احاول المها حلو لحد ما تنعم معايا برضو، لانها هي عجينة بتلزق شوية. لحد ما تتلم معايا، وهي لما بعمل بايدي التانية ما بتلزقش يعني، بس الايد اللي بعجن بيها طبعا بتلزق شوية. بعد ما خلاص لميتها حلو كده ونعمت معايا بشوية زيت كده، وهلمها حلو وهسيبها بقى اغطيها واسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر معايا. هنعمل بقى الحشوة معانا. معانا دول حوالي نص كيلو بصل مفروم، او كيلو على حسب برضو الكمية اللحمة اللي انتوا حابينها. انا هعمل مقدار البصل قد مقدار اللحم يعني، على حسب بقى الكمية اللي انتوا عايزينها. مقدار البصل قد مقدار اللحم. فرمته في الكبة، مش عايزة افرمه جامد علشان ما يطلعش مية معايا. فانا مش لان مش هصفيه ولا حاجة. وافرمه في الكبة واحطه كده في الطبق. فرمت بقى نص مقدار البصل فلفل. يعني كنت عاملة نص كيلو بصل، بعمل ربع كيلو فلفل. فلفل طبعا احمر على اخضر، حامي بارد براحتكم برضو. بقلب بقى، بفرم بقى وبحط مع الفلفل فصين توم كده برضو. وفرمت ده كله كده مع بعضه. وهحط بقى التوابل، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة وبابريكا وبهارات حواوشي. لان انا مش هحط هنا توم باودر ولا بصل باودر ولا حاجة، لان انا حاطه التوم والبصل آه طبيعي يعني، بصل وتوم طبيعي. فمش هحط باودر يعني. فحطيت كده بقى، احط اللحمه معايا. انا كنت حاطه اللحمه بس تتصفى لو فيها ميه او سوائل او حاجه. وهحطها بقى على البصل والفلفل كده واعجنها حلو لحد ما تتجانس كلها ببعضها، البصل والفلفل واللحمة كده والتوابل معايا. وهسيبها بقى ترتاح في التلاجة كده على ما العجين يخمر كده. بعد العجين ما خمر ما شاء الله كده، العجينة خمرت وحلوة معايا. هلمها حلو. انا مش عايزة المها بدقيق يعني، فهلمها لو ابل ايدي زيت كده علشان ما تلزقش في ايدي وانا بقطعها، علشان وانا بلمها كده تتلم معايا وتبقى حلو. فاقطعها بقى التقطيعة برضو اللي احنا حابينها يعني. انا لو حابة مثلا اعمل السندوتش كبير هقطع التقطيعة كبيرة، لو حابة اعمل السندوتش صغير فاقطع برضو التقطيعة صغيرة. على حسب ما احنا عايزين يعني. فانا قطعت بعض حتت قطع كده، كانت فيها قطع كبيرة شوية وقطع صغيرة شوية، على حسب التقطيعة اللي انتوا عايزينها يعني. هقطع بقى العجينة كلها معايا.
انا قطعت العجينة على مرتين يعني، فانا قطعت يعني نص العجينة في المرة الاولانية، وعملت للي هياكل، وبعدين عملت نص العجينة التانية في المرة التانية للي هياكل برضو، يعني علشان اللي هيحتاج ياكل بقى وهو سخن يعني. فانا ما عملتش العجينة كلها مرة واحدة. دي اول مرة كده عملت فيها. عملت فردت كده زي ما احنا شايفين القطع اللي انا عاملاها دي، القطع اللي هعملها زي سندوتشات كده. فهفرد بقى القطعة دي كبيرة شوية، فردتها بقى. انا احاول افردها على قد ما اقدر يعني. انا عايزاها عجينة رقيقة خالص يعني، علشان اما لمها سندوتش تبقى تستوي طبعا من قلبها وكده. طبعا اللحمة كده ما شاء الله بعد ما برضو ما ارتاحت كده وتجانست في بعضها بالفلفل والبصل بقى، وبقت اتبلت معايا كويس. ممكن اسيبها في التلاجة ساعتين، ممكن اعملها على بيات على فكرة، ما يجراش لها حاجة يعني. المهم اغطيها كويس. هفرد بقى العجينة زي ما احنا شايفين كده، وهفرد عليها اللحمة، وهديها قطعة بالسكينة كده من نص الدايرة للطرف يعني، علشان احاول المها بقى زي ما احنا شايفين كده سندوتش، زي سندوتش الكريب كده. فهحاول المها بقى، افرد عليها العجينة كلها والمها نفس الطريقة كده زي ما احنا شايفين كده. وهحطها بقى لحد ما اخلص بقى الكمية اللي احنا عملناها في الاول يعني. دي الكمية الاولانية اللي احنا هنعملها. كده انا هعمل نفس الكلام، هعمل واحدة كمان علشان نشوفها. هفرد برضو العجينة، وهقطع منها قطع من النص، وهفرد برضو اللحمة كده عليها كلها، وهلفها برضو هلمها برضو نفس الطريقة اللي فاتت برضو زي ما احنا شايفين كده. بتبقى طعمها حلو ما شاء الله برضو. الطريقة دي طريقة السندوتش دي بيبقى طعمها حلو ما شاء الله. واللحمة العيش بقى بيبقى كله فيه لحمة كده، بيبقى طعمه جميل ما شاء الله. بس اهم حاجة في تسويته ان هو نهدي عليه النار علشان يستوي كويس من جوه ومن بره. هنخلص بقى الكمية كده زي ما احنا شايفين. برضو كده في نفس طريقة السندوتش كده. ممكن نضيف جبنة بقى، ممكن نضيف جبنة على اللحمة، علشان بقى نظبط السندوتش كده وندلع الولاد، علشان ما يحتاجوش ان هم يشتروا سندوتشات من بره يعني. احنا عارفين ان الجبن بقى قعدت متواجدة مع كل الاكلات، خصوصا الاكل اللي بنشتري من بره يعني. الجبنة قعدت رقم واحد بقى في كل السندوتشات. فعايزين بقى الولاد ما يشتروش حاجة من بره، يبقى نعمل لهم كل حاجة بقى بطريقة المطاعم كده. معايا بقى الطريقة المرة التانية كده، لما جيت اعمل المرة التانية في عمال يعني الحواوشي مرة تانية. فجيت بقى عملت بقى الطريقة دي كده. فردت بقى فردت قطع العيش. ده القطع بقى يعني انا ما فردتهاش جامد، فردها يعني العجينة مش مفرودة قوي يعني، ملكة حيلها كده علشان ما تتفتحش معايا يعني في الطريقة دي. فانا فردتها نص فردة كده. وهحط بقى اللحمة، وهحط بقى عليها جبنة وزيتون يعني، برضو تغيير برضو شوية. فحطيت عليها جبنة وزيتون بقى في قلب العيش كده، علشان برضو تدينا طعم حلو ومميز شوية. خلصت بقى اللي هم ملمومين كده زي رغيف، واحطهم بقى في جنب. طبعا انا بحطهم على الناحية الملمومة يعني، الناحية الملمومة تبقى تحت علشان تقفل معايا. وهحط بقى هعمل بقى يعني طريقة تانية كمان في العمايل. هعملها زي مركب كده، او نص دايرة، او شكل هلال يعني، زي ما انتوا حابين الشكل يعني. دي اشكال طبعا كل واحد على حسب ما يبقى عايز يعمل الشكل، لان متاح عندنا العجينة بنشكلها زي ما احنا عايزين بالشكل اللي احنا عايزينه يعني. في اي شكل احنا حابين نعمله نعمله. العجينة قدامنا حلوة وسلسة، بتتشكل بالطريقة اللي احنا عايزينها، وعجينة هشة ما شاء الله وحلوة يعني. فأي شكل احنا حابين نعمله بنعمله يعني، مفيش فيها أي حاجة. بس احنا المرة دي زودنا على اللحمة جبنة وزيتون. هخلص بقى كده الكمية كلها
بأي طريقة احنا حابينها، بالطريقة الأولانية، بالطريقة ديت، بطريقة المركب، بطريقة الرغيف، أي حاجة احنا حابينها نعملها. وطبعا الزيتون والجبنة ده اختياري طبعا، لو مش حابين مفيش مشكلة، زي ما انتوا حابين تعملوا. احنا ايه بنحاول نغير في شكل الأكل شوية وفي شكل السندوتشات، علشان ايه الولاد ما يزهقوش من شكل الأكل وشكل الحواوشي العادي يعني. هنقفل بقى الكمية كلها كده مع بعضها ونبدأ بقى. دي أول مرة أنا عملت فيها التسوية الأولانية بتاعة السندوتشات اللي هي الملفوفة. هحط طاسة على النار اللي هسوي فيها، حط معلقة زبدة أو معلقة سمنة بلدي، برضو مش عايزين نحط يعني مادة دهنية مختلفة علشان ما تغيرش معايا طعم الحواوشي، عشان يبقى طعمه حلو ولذيذ كده. فأنا بستعمل سمنة بلدي علشان ايه تطعم معايا السندوتش كده وتخليه طعمه حلو. فحطيت بقى سمنة بلدي كده في أرضية الطاسة، وهقلب بقى زي ما احنا شايفين كده، ياخد وش من كل جنب. وطبعا لما قلبته كده حطيت برضو ايه حتة سمنة خفيفة كده برضو، علشان ايه يتحمر معايا ويدينا نتيجة حلوة. واحنا بنسوي طبعا نغطي، يعني نغطي على الطاسة كده، علشان طبعا العيش يستوي حلو من قلبه، واللحمة كمان تستوي، والنار هادية. يعني احنا عايزين نار هادية ونسوي بالراحة براحتنا خالص، علشان ايه يدينا نتيجة حلوة. ده شكل الرغيف. طبعا العيش ده اللي انا لميته من على، يعني ما لميته على بعضه كده في سندوي يعني زي الرغيف كده. فطبعا لما باجي احطه في الطاسة المفروض بقى ايه ببطه شوية كمان، يعني بفرده شوية، مش عايزة اسيبه ايه تخين زي ما هو، علشان يستوي طبعا ويبقى حلو معايا. ما شاء الله كده زي ما احنا شايفين الحواوشي. مش عايزة اقول لكم خطير يا جماعة، وطعمه تحفة بالطريقة دي، طريقة سهلة وسريعة وما شاء الله، يعني طعمها تحفة يعني. تستدعي التجربة. يعني عايزاكم تجربوا الطريقة وتقولوا لي ايه رأيكم. ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلو. ربنا يحسن ما بين ايديكم. السلام عليكم.